3 أسباب ليه أنا متفائل بالسوق المصري بإذن الله السنة دي، وده يمكن الفيديو مثلا رقم 20 اللي أقول لك أنا متفائل، لكن المرة دي هديك 3 أسباب قوية إن شاء الله. رقم واحد، إن في أسهم كتيرة جدا في السوق المصري ما زالت بيتم التداول عليها بمضاعف ربحية منخفض، مما قد يكون معناه إن هذه الأسهم قد تكون أندر فاليود. هي أكيد ما ينفعش تبص على حاجة واحدة وتحكم، لكن دي ممكن تكون نقطة بداية. لو عايز أصلا تعرف تحسب السهم ده أندر فاليود ولا مش أندر فاليود، هتلاقي في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه هتلاقي نقطه البدايه، وهتلاقي لسه للاسهم اللي مضاعف ربحيتها منخفض، ممكن تاخدها تعمل عليها الواجب بتاعك وتدرس تشوف الدنيا فيها ايه. وهذه ليست دعوه للشراء، انما هي دعوه ان انت تعمل الواجب بتاعك وتدرس وتشوف ايه الارقام دي موجوده ليه. رقم 2، اللي بقاله في السوق المصري مثلا منكم اكتر مثلا من معرفش 10 سنين، هياخد باله ان في السنوات الاخيره في حاله من الريزيلينس القوي جدا في السوق المصري. ريزيلينس هي كلمه بالانجليزي يعني ممكن نترجمها لكلمه تماسك، في حاله من التماسك. كان في فترات في البورصه، انا بقالي 21 سنه في البورصه على فكره، كان في فترات في البورصه المصريه يحصل حاجه في بلد جنبنا بعدنا ببلدين، تلاقي السوق عندنا نازل يعني تلاقيه نازل مفروم، وكان اي حدث يحصل حواليك. النهارده في تماسك جامد جدا، وطبعا ده ليه اسباب، يعني عندنا شويه حاجات الحمد لله ايجابيه بتحصل. انت على مدار السنوات اللي فاتت بان بوضوح للعالم ان انت الحمد لله بلد امن، مؤشراتك الاقتصاديه بتتحسن بالرغم من الازمات المحيطه بيك اللي بتحصل حواليك في كل حته. فاوفر اول بالخلاصه السوق المصري اصبح ريزيلينت بشكل قوي جدا. هي دي مش حاجه لوحدها تخليني ادخل في سوق اكيد او اشترك في سوق، لكن دي جنب العلامات التانيه طبعا دي حاجه قويه ولازم تعمل لها حساب. حتى وقت ازمه ايران، لما حصلت ازمه ايران والسوق الامريكي نفسه اللي هي امريكا اللي هي في قاره ثانيه الدنيا عندهم نزلت جامد، عندك برضو الدنيا نزلت، بس ده مش النزول بتاع ازمه بالحجم ده، فدي علامه كويسه. رقم 3 ودي مهمه جدا، ان السوق الامريكي بيطلع او بقاله فتره بيطلع طلوع غريب، واحد الاسباب الرئيسيه في اسباب كتير هو القطاع بتاع المايكرو شيبس والقطاع بتاع الذكاء الاصطناعي اللي عامل بوم جامده جدا في البورصه الامريكيه. انت البورصه الامريكيه السنه اللي فاتت، انا في البورصه الامريكيه من سنه 2008، ما برضه بقالي مش فاكر كام 17 سنه ولا ايه. السنه اللي فاتت اللي شفته انا ما شفتوش بقالي سنين طويله. لو عايز تتفرج تشوف ايه مثلا اللي حصل او تشوف بعض الحاجات اللي حصلت السنه اللي فاتت، هتلاقي برضو في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه، خش هتلاقي حاجات غريبه بتحصل. اللي بيحصل ده مأثر على اسواق العالم بالايجاب، لان برضو بورصات العالم هو اكيد مش قاعده ان 1 زائد 1 يساوي 2، لكن بوم في بلد معينه او بوم في قطاع معين او بوم في بورصات العالم طبيعي ان ده بيزق ده بيزق ده بيزق ده. فباذن الله طبعا والله اعلم انا متفائل، لكن خلي بالك في ناس بتفهم كلمه انا متفائل غلط، يجي يحصل تصحيح يقول لك شفت انت قلت لي متفائل. ما هو التصحيح ده ملوش كبير، ومش هتعرف وقته، ومش هتعرف تتايمه، ومش هتعرف يحصل امتى، ومش هتعرف مقداره. جايز يحصل بكره، جايز يحصل وانا بتكلم دلوقتي، وجايز يحصل بعد 3 شهور. ما تلعبش على الموضوع ده، العب على ان انت تتعلم تشتري الاسهم اللي تحت قيمها، الاسهم اللي اندر فاليود. حتى لو حصل تصحيح انت مش خسران اي حاجه، سهمك كان رخيص بقى ارخص، يبقى ساعتها اشتري اكتر لما ينزل بيك. هو ده الاستثمار يا جماعه. لكن احاول اطايم الدنيا بعدين اخد رفعه عمليه بعدين ينزل بيها دقيقتين او عامل وقف خساره وطالع بعدين يطلع السوق تاني او طالع اجري وراه، ده غير حرق يا ريت هتحرق اعصابك هتحرق اعصابك وهتخسر فلوسك. وصدقني انا جاي لك من الاخر، بقالي 21 سنه في الكلام ده. الطرق دي مش بتاكل عيش. عايز تتعلم، عايز نقطه البدايه، عندك جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه.